اخي انا بدافع عن وطني. يعني متى حنوصل كاس العالم بعد 40 سنه بس يموتوا اللعيبه الحاليين؟ خلص اقاله عموتي واستلم المنتخب الان جهاز فني محلي. يعني مباراه سهله، السعوديه ما ادتش طابتين يجن جولين واحنا فرص ما نستغلها. مالك يا تعمري العب يعني ملعب جماعي لاميتك تظلك اناني، في فرص كثير لازم يستغلوها. عنصر الخبره حمزه الدردور مهاجم مثل هاي المباريات ليش ما هو موجود؟ لأميتنا نظن نجامل باللعيبه، في لعيبه مظلومه، في لعيبه بالدكه. اميت اي وقت بدك تفوتهم. امين الشناينه، انس العوضات، ليش ما فاتوا مباراه؟ ليش يعني حرام. يعني اداء اللي قدام كان ناقصه لمسه الاخيره، والسعوديه ما لعبوش من مره ولا فرصه لهم، هجمتين ضربه ثابته وطابه يجن جولين. وين الدفاع؟ مال الدفاع للامانه يعني انا بدي احط الحق على المدرب وعلى اللعيبه. يعني بعض اللعيبه يعني انت في لعيبه بتلعب لاسمك، بتلعبش انتمائك. يعني لاحظ اللعيبه اللي بيلعبوا في اوروبا في المنتخبات او في وطنهم الثانيين، تعال شوفهم لما يلعبوا مع منتخباتهم بيلعبوا بحراره. رياض محرز، محمد صلاح، يعني حددوا هذا اشرف حكيمي. البكا اللي شفته في المغرب، هون عندك لاعب حقه 2 مليون بوجع قلبك لما بده يمرر طابه او انه بده يبصمع كل طابه. كل لاعب تيجي والله دقيقه يا اخوان، انا ما بجامل، انا بحترمك يا موسى التعمري واخلاقك عالي. انا اللي بدي احكيه يا موسى التعمري، لعبه كره القدم جماعيه، مش كل طابه بدك اياه من كل لاعب بتنادي عليه يشله يعطيك الطابه يحط جول. حسين عموتي انت لا تفقه في عالم التدريب، في عالم التدريب شيء. بتجيب لاعب اصله بيلعب ظهير بتلعبه قلب دفاع، وعندك انس بن ياسين وعندك لعيبه بمستوى عالي ما بتجيبهم. هذا واحد ظهير اليمين اوكي حسان حداد زلمه كويس، الكل شفناه. عندك ادهم القرشي وعندك كلوب افضل منهم. يا اخي انت ليش بتجامل؟ انت جايب لي مهاجم واحد، كل الاردن فيش فيها الا ياسر نعيمات، فيش له بديل. يا اخي مش فاهم عنه انا، في ايش يفكر لما يناقشه صحفي بقول لك انت بتدافع عن اللاعب لانك بتحبه؟ لا يا اخي انا بدافع عن وطني، مش بدافع عن اللاعب لاني بحبه. هذا بلد يا زلمه، هذا وطن، انا بدافع عنه. والله يعني هو سؤال يطرح نفسه، ليش احنا بنضل نجدد نفس الاسماء؟ ليش ما في اسماء جديده؟ ليش ما بنجيب ناس؟ ليش ما في عندنا ناس بدوروا على لعيبه ومهاجمين جداد؟ ليش نفس الاسم بتكرر عندنا مع نفس الخسارات؟ يعني متى حنوصل كاس العالم بعد 40 سنه بس يموتوا اللعيبه الحاليين؟ لازم يشوفوا ناس جداد، واللعيبه بوصل عند الجول بطل يعرف كيف يعني يفنش، بوصل عند الجول بنسى وين يشوط، صار يصيدوا عصافير اليوم. يعني مش فاهم ايش المبدا اللي يكون نفس اللعيبه، يجيبوا لعيبه جداد، يشوفوا فرق تدريبيه جديده. ليش دائما مدرب عربي؟ شوفوا لنا مدرب اجنبي يدفعوا عليه فلوس. الشباب قدموا كل اللي عندهم، يعني حرام احنا ما بنقدر نظلمهم زي هيك. بس والله يا اخوان هم قاعدين بيلعبوا ضد خصم صعب، يعني تدريبات غير، كل شيء غير، نحكي مستوى غير. غلبناهم اكثر من مره، غلبناهم بس انت ما بتقدر تقارن كل مره بنفس المره. الماضي زمن قديم يا عمي، حرام. الشباب لعبوا والله يعطيهم الف عافيه، وان شاء الله بالمرات الجاي بنعوضها. المباراه كانت اليوم بمتناول ايدينا يعني، بس ضيعها صراحه الجهاز الفني بقياده الاخ عموته. اليوم اللاعبين تبعينا ادوا بالشوط الثاني للامانه، نسبه استحواذ عاليه، ولكن مش عارفين الفكر الفني تبع عموته. المدرب المحلي بالوقت الحالي افضل من المدرب عموته للامانه. خلص اقاله عموته واستلم المنتخب الان جهاز فني محلي. المدرب علامه استفهام كبير يعني بصراحه، مدرب صفر يعني. يعني المباراه الماضيه يعني بالدقيقه الاخيره ب 92 بدل تبديل، يعني بالتبديلات عنده مشكله المدرب، واللي في اسامي حرام قاعده جوا حرام ما بتلعب. يعني بصراحة اليوم أداء سيء كثير. الشوط الثاني المنتخب السعودي ما شفناهوش من مرة، يعني كان في لعب للمنتخب النشامة منيح، بس فيش أداء، فيش واحد يجي يحسم عندك، يحسم آخر لمسة. اليوم أنا جيت ساند بلدي الثاني اللي هو الأردن. ألف مبروك للمنتخب السعودي، هارد لك للمنتخب الأردني. اليوم الحكم ظلم الأردن ب3 جزاءات ما حسبهم، هاي نقطة ثانية. اليوم أثبت خطأ الاتحاد الأردني بإقالة عدنان حمد، وعموته صراحة مو قد المنتخب الأردني. المنتخب الأردني أكبر، المفروض يقدم مردود أكثر بالمباراة، وأتمنى أنه الأداء يتحسن حتى يوصل الكأس. ومرورا بهذا تقسم معكم بعض الأخبار التي تبارطاجت في الساعات القليلة الماضية، حيث أن منتخب البحرين لكرة القدم أدار بوصلته نحو الأطر المغربية لاختيار ناخبهم الوطني، حيث أكدوا أن معيار هذا الاختيار هو أن يكون مثلهم في ثقافتهم وتفكيرهم وبعقلية احترافية. كل هذا توجه الاختيار نحو الناخب الوطني جمال السلامي، وهو خريج المدرسة البلجيكية المتعارف عليها أنها تعتمد على تعزيز الدفاع والضرب بالهجمات المرتدة. لهذا ستكون تجربة مهمة في مسيرة حياة السلامي إن ثبت الأمر وتراضى الطرفان. والآن وبكل صراحة
للركراكي وعموت الفضل على السمعة الطيبة للمدربين والأطر المغاربة، وشعارنا دائما حلق للأفق.